مين قال ان تغيير المناخ مش مفيد؟ ده حتى خلى التصدير يزيد. وايه اللي دخل النجم في الفاكهه؟ وليه الفراوله عامله دوشه ولازم نستلمها بالليل؟ النهارده معانا حلقه مسكره. ثانيه واحده، عارفين ده ايه؟ ده بلو بيري، بس ده بلو بيري مصري. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. اوريون مصنع مجمدات فاكهه مصريه زي الفراوله والجوافه والخوخ والمشمش والمانجا، ودلوقتي ابتدوا ينتجوا ويصدروا البلو بيري المصري كمان. ودي كانت حاجه جديده عليا الصراحه، بس مش جديده على اصحاب المصنع اللي دايما بيحاولوا يستفيدوا من اي فرصه. تعالوا نعرف الحكايه ابتدت ازاي. باشمهندس محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. انا مبسوط جدا ان انا معاك. اهلا بيكم وفخور بالمصنع جدا بيكم برضه. اهلا بيكم. الله يخليك. وفي البدايه انت بتنطق زي اوريون ولا اوريون؟ اوريون. اوريون ده نجم جميل جدا، واصل كلمه اوريون يوناني يعني. اوكي. رئيس مجلس الاداره هو المهندس محمود ابو زيد، يعني عجبه الاسم اوريون وقال وسجله، وقال انا بقى قعد يحلم بان يعمل شركه تكون بقوه اوريون، وبدانا كده. طب معلش عشان تبقى فاهم، اوريون ده اللي هو ايه؟ نجم في السماء. نجم في السماء، وهو فعلا اسم على مسمى. بيقول لك في من اسمائكم فيها كده حاجه بتقال ان انت بتاخد من اسمك. ايوه، احنا بناخد من الاسم نفسه بقى. ايوه، ان احنا لازم نوصل للجمال بتاع الاسم ده. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله يعني. طب اهم المنتجات اللي انتوا بتعملوها في اوريون؟ احنا من المميزات بتاعتنا ان احنا خط البلب ده نفسه احنا كنا بدانا بيه في احد الشركات سنه 97، وكان ده يعتبر اول حاجه تدخل مصر بهذا المستوى يعني. وبعد كده شركات كده دخلت فينا. الخط ده بيعمل مانجا، جوافه، فراوله، خوخ، مشمش. دي منتجات اساسيه بنسميها بوريه او بلب الفاكهه. الفاكهه بتتعصر عصر طبيعي كما هي، مفيش اي اضافات، ما فيش الا بتشتري القشره والبذره. ايوه، اللب الفاكهه بس اللي موجود بيور، ما فيش اي اضافات من اي نوع، ويتصدر بقى للدول الاوروبيه والخليجيه ومصانع العصير في مصر يتعمل منه العصائر. ايوه، يبقى هو السورس بتاع هو الاساس. ايوه، هو الاساس. بعد كده عندنا خط تجميد فراوله وخضار يعني، بس احنا بدانا بالفراوله كمنتج اساسي ومطلوب، والحمد لله الفراوله يعني النهارده هي رقم واحد في العالم يعني. احنا في الفراوله جامدين جدا، وصلنا بقى رقم واحد في العالم. رقم واحد في العالم دلوقتي. والبرتقال كمان، بس فين البرتقال عندكم؟ البرتقال بقى احنا ما دخلناش في الخط ده حتى الان، لان دخلنا مانجا الخطين دولت، ودخلنا خط المجمدات، وممكن مستقبلا ندخل فيه او غيره يعني. ايوه. يعني احنا في 3-4 شركات يعني احنا الفراوله والبرتقال احنا رقم واحد في العالم. رقم واحد في العالم احنا، بس يعني الحاجات الثانيه لسه بنحاول. المانجا يعني طبعا الهند سبقانا، بس احنا كفليفر وككواليتي احنا احسن مانجا في العالم. بس انت لما تيجي تصدر الحاجات دي بره ما بيبقاش عاوز سكر جامد قوي كده، بالذات في المانجا. احنا يعني كنت فاكر مثلا المانجا بتاعتنا اللي احنا بنحبها الاويس والحاجات دي سكرها عالي قوي. ما بياخدوهاش. بياخدوا المانجا اسمها البلدي عندنا. المانجا العاديه جدا ما بيبقاش عاوز سكر كتير، دي ما فيهاش سكرها قليل جدا. وفي نفس الوقت المانجا دي ريحتها او الفليفر بتاعها
مميز جدا عن المانجا الهندي. دي اللي احنا بنشتغل منها. باشمهندس حضرتك قلت لي على حاجه ليها علاقه بتغيير المناخ اللي هي فادتنا شويه، الفراوله وكمان غير زراعيه كتيره. يعني احنا في قبل تغيير المناخ كانت البلاد اللي سابقانا دي كان انتاجيه عاليه جدا، تكلفه ارخص مننا، فده فادنا. البلاد دي دلوقتي انتاجيتها قلت، وانت دلوقتي اكيد بعد اللي حصل في التعويم وسعر الصرف انت بقيت بتنافس اكتر. يعني طبعا انخفاض ارخص الجنيه جدا بالنسبه هي معادله صعبه. انخفاض الجنيه بيدينا ميزه جدا في ان احنا نقدر نعمل اسعار كويسه، لكن عندنا خامات مستورده كتير فبالتالي بيبقى بيأثر فيها. لكن هو ميزه في ان كل ما يكون سعرك الجنيه اقل كل ما يكون صادراتك اعلى. طب انت ازاي بتقدر تتحكم في الجوده بتاعه الفاكهه عموما؟ وانا عرفت ان انتوا ما عندكوش المزارع بتاعتكم، يعني انت ما عندكش المزارع، يعني انت مش بتبقى مسؤول عن الزراعه كمان، انت بيجي لك المحصول جاهز، فازاي بتتحكم في جودته؟ بنعمل علاقه تعاقديه بيننا وبين المزارع. انا بمول جزء كبير جدا من العمليه اثناء الزراعه، العمليه نفسها قبل الزراعه. وبتعاقد معاه ان انا عايز زراعه بالمواصفات التاليه، بقول له على المواصفات اللي انا عايزها. عايز فراوله خاليه من المبيدات، مفيش متبقيات مبيدات، عايز السكريات فيها تبقى مرتفعه، عايز اللون يبقى اللون الاحمر كويس. بيني وبينه ويبقى عقد بيني وبينه بهذا الشكل، وبنشتغل على الطريقه دي. بنختار مزارع جيده وعندها استعداد للتطور، وده اللي بيؤدي ان وصلنا للمرحله دي. انا كان نفسي اصور الكرو هم عمالين ياكلوا الفراوله والمانجا والبلو بيري، بص بيضحكوا ازاي، والفرق في الطعم يعني. بس ان شاء الله انا بجد فخور بالمصنع، وان شاء الله يا رب يبقى فيه خطوط انتاج اكتر ان شاء الله. احنا هنضيف خطوط جديده ان شاء الله، وربنا يوفقنا باذن الله. شكرا جدا يا باشمهندس. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. انا مش سامع حاجه. ايوه انت سامعني وانا مش. طب هو ولا انا سامع؟ امال دي ايه؟ ده انا سامع. ايوه يعني صوت يعني انا مش عارف اتكلم معاك. الصوت ده ليه؟ ايوه عشان ايه؟ فراوله. طب ما تيجي نخرج في حته نتكلم بره، تعالى بره. باشمهندس حسن، ايه الدوشه اللي احنا كنا فيها دي؟ عشان الفراوله دي مجمده بصوت عالي وخبط بتاع. ده عامله زي الحجر. ده الحجر مترزع في الاجهزه جوه، بصوتها عالي قوي. طب ودي بقى مش مجمده لسه؟ دي فراوله فريش لسه ما تعرفش اي حاجه. دي فريش؟ فريش حلو قوي. طب انا ممكن يعني انا ايه الفرق بينها وبين اللي والدتي بتعملها لما بتحط الفراوله في الفريزر يعني؟ دي فراوله مجمده تجميد سريع، الثانيه تجميد بطيء. الفرق بين الاثنين، الثانيه بتيجي تحولها تعملها تسيحها بتسيح وتسيح ما تبقاش فيها قوام. لكن ديت بتحتفظ بالقوام بتاعها. طيب ممكن حضرتك تقول لنا خطوات الانتاج بتاعت الفراوله المجمده؟ الفراوله دي بتيجي من المزرعه وبعد كده بنستلمها، بنعمل لها فحوصات وتحاليل ونتاكد انها كلها مطابقه للمواصفات. بعد كده بتخش عندنا الجزء الاولاني في فرز اولي، بنفرز الفراوله نطلع اي عيب فيها، فراوله خضراء مش مستويه فيها اي اصابه فيها كسر دامج بتشيلها. وبعد كده نخش على الخطوات، نخش على محلول مطهر عشان خاطر يقضي على اي ميكروبات مضره في الفراوله وتبقى مطابقه تبقى امنه للاستهلاك. بعد كده بتتشط بميه نشيل اثار المطهر كلها. وبعد كده بتخش تاني على حزاز نشيل منها الميه عشان ما تخش في النفق تتجمد، ما بقاش بتتجمد معاها، ما بقاش فيها ميه، بعد تخش التجميد بتاعنا سريع. المفروض الفراوله بتاخد من اول دخول النفق لخروج النفق تقريبا من 15 من 10 ل 15 دقيقه، تتجمد يبقى ناقص 18. بعد كده بنحجمها، بنكون كل حجم لوحده. ده عشان لما نيجي نبيعها بنبيع كل حجم لوحده، وكل حجم بيبقى ليه سعر مختلف عن الحجم الثاني. ايوه. بعد كده بنعبيها بكراتين 10 كيلو او سكاير 20 كيلو. بعد كده بندخلها ثلاجات تجميد عند ناقص 23. اللي الناس كلها تعرفه وانا كمان ان البوريه ده البطاطس البوريه اللي هي المهروسه، فانا عرفت كمان ان انتوا بتعملوا فراوله بوريه. الفراوله البوريه واي منتج بوريه بنهرسه ونحوله لمعجون. المعجون ده بيخش في صناعه العصائر او صناعه الايس كريم او الحاجات دي. والايس كريم كلها. طب ازاي برضه خطوات الانتاج؟ الجزء الاولاني كله من استلام وفرز بيتعمل زيه زي الثاني بالظبط، بس بعد كده بتخش على مهرسه بتهرس الفراوله وتحولها للبوريه، والبوريه دوت بندخله بنحولها فراوله ببذور او بدون بذور على حسب العميل معاهم. ايوه. بالبذور بنسيبها زي ما بنهرسها، بس بدون بذور مش منها البذور بتاعتها. بعد كده بندخلها جهاز تعقيم
على حراره عاليه بتقضي على اي كائن حي فيها. وبعد كده بنعبيها براميل 200 لتر ونحطها في تبريد 5 مئوي. أيوة. وبرضه تروح المصانع تتحول تاني برضه لا ممكن يعملها عصير او ايس كريم بس كل المنتجات. طب هل بيبقى جوده الفراوله اللي انت بتستخدمها اللي هي تبقى فريش دي زي الفراوله اللي بتتهرس؟ طبعا الفريش بتبقى احسن شويه عشان ما تعملش معامله حراريه. ايوه. لكن برضو الثانيه كمان بنعرضها حراره بسرعه عاليه تقريبا بتحط 20 ثانيه فبتحتفظ بنفس مكوناتها. بس طبعا عشان تصدرها بتبقى برضو الجوده بتاعت الفراوله حتى اللي بتتهرس تبقى جوده عاليه. الاثنين يعتبروا في الاخر زي بعض، المنتج المستهلك العادي ما يعرفش يفرق بينهم. طب ممكن يا باشمهندس حضرتك تقول لنا البيانات بتاعت المصنع، يعني المساحه الانتاجيه قد ايه، عدد العمال؟ المساحه عندنا المصنع بتاعنا 22000 متر. 22000 متر مقسمين لثلاجه 4000 متر، وصاله الانتاج دي او المصنع دوت 4000 متر، ومباني اداريه وخدمات 1000 متر، وعندنا حاجات للمستقبل تقريبا من حدود 6000 متر. ده بالنسبه للمساحه. العدد العاملين احنا كلنا عاملين المصنع 240 عامل. كل الموظفين في المصنع، العاملين اللي شغالين في الانتاج والتصنيع 120 عامل، منهم 45 بنت والباقي رجاله. هو دايما الحاجات الفرز وكده بتبقى معتمده على البنات اكتر. البنات احسن. أيوة. في جوده الفرز عن الرجاله. صحيح. طيب والانتاج بقى بتطلعوا قد ايه في السنه؟ احنا بنعمل تقريبا الفراوله تقريبا 7000 طن، الموسم بتاع الفراوله نفسه مجمد، ونعمل تقريبا 31000 طن بيوريه عباره عن فراوله ومانجا وجوافه ومشمش وخوخ. طيب باشمهندس كمان عشان تصدر بالذات الحاجات اللي هي يعني الاكل او الحاجات الغذائيه عامه يعني لازم تبقى محتاج شهادات معينه المصنع حاصل عليها. احنا شهادات، عندنا شهادات مثلا عندنا البي ار سي وعندنا ال 122000 ده للحاجات الخاصه بالمواصفات، وعندنا جزء ثاني بتاع التقاليد والعادات، عندنا حلال وعندنا كوشير ده ايه عشان الحاجه دي مطابقه للديانات السماويه، وعندنا في حاجه اسمها الكودكس دي بتقول ان العامل بيتعامل معامله كويسه اذا كان مرتب ولا البيئه بتاعت المصنع مناسبه. أيوة. ليه طبعا. ونحن بنقدم له خدمات صحيه وطبيه بحيث ان هو يبقى مرتاح وراضي عن المكان اللي بيشتغل فيه. جميل. طب انا عرفت كمان ان الفراوله انتوا بتستلموها بالليل، يعني انتوا بتهربوها ولا ايه؟ يعني لا. يعني اشمعنى لازم تبقى بالليل؟ يا فراوله بالليل لسببين، هو اصلا الفراوله منتج ما يتحملش يقعد فتره طويله، وهم بيجمعوه الصبح ويقمعونا كل الفراوله دي مجهزه وبيجهزها لنا للانتاج بتاعنا والشغل، وناخدها بالليل. احنا بنتعامل مع المصانع ما بنتعاملش مع المستهلك، احنا كل منتجاتنا بتروح المصانع والمصانع هي بتشتغل فيها، فبنتعامل مع كل المهندسين وناس بروفيشنال طبعا، فلازم يستلم منك واحد بيبقى كويس جدا، فلازم احنا نرضيه. صحيح. عشان نرضيه فبنجيب له احسن جوده ممكنه اذا كان السوق المحلي او التصدير، احنا بنصدر لكل العالم. جميل. وكل الشركات المصريه كتير بتاخد مننا. طيب اخر سؤال، الفراوله وهي متجمده كده ممكن تفضل قد ايه؟ يعني ممكن تسافر مسافه كبيره يعني تقدر تبقى محافظ على جودتها قد ايه؟ الفراوله اما بنجمدها ونحطها في الكرتونه ونحطها في الثلاجه بتقعد 24 شهر تحت حراره ناقص 20. والبيوريه نفس بنعالجه بالحراره وبنقضي على الميكروبات اللي فيه. عندنا جزء بيتحط في الجو العادي زي المانجا والجوافه بيقعد برضه سنتين. والفراوله والمشمش والخوخ بيتحط في الجو في حراره تبريد 5 مئوي، مش تجميد، تبريد 5 مئوي. فبيقعد عندنا متوقع كل سنتين. فممكن سنتين. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. كانوا 3 بنات في المصنع، منهم نجلاء اللي هي ام نهله اللي بقى لها دلوقتي 12 سنه، بس المصنع اتطور وهي كمان اترقت. صحيح اسلام اللي هو احدث عامل في المصنع ما عندوش خبره نجلاء، بس واضح من كلامه ان هو كمان عاوز يتعلم. اسلام ازيك؟ عامل ايه؟ واستاذه نجلاء ازي حضرتك؟ الحمد لله. ام نهله بتحب نجلاء اكتر ولا ام نهله؟ بحب ام نهله. ام نهله؟ عشان ببقى مميزه في المكان. ماشي هقول لك يا ام نهله. ازيك يا ام نهله؟ الحمد لله كويس. حضرتك اقدم عامله هنا صح؟ استنى اسلام هجي لك انت، بس نبدا بالخبره الاول وبعدين نرجع لك. بقالك كام سنه؟
12 سنه. طب ايه اللي اتغير من 12 سنه لحد دلوقتي؟ احنا كنا بادئين هنا في المصنع كان خط واحد، كان في حاجات لسه بدائيه بس اتطورنا الحمد لله وبقينا 3 خطوط، يعني خط تاني بلب وخط الايكو اف. كان خط واحد اول ما جيت ودلوقتي بقوا 3. طب انت في الشغل من اول ما جيتي كنت بتشتغلي ايه ودلوقتي بقيتي ايه؟ انا الحمد لله من ساعه ما جيت يعني احنا كنت جايه على عامله، يعني انا كنا 3 بنات في المصنع، كنا 3 بنات بس وكان بيجيبوا لنا عماله من بره، كنا 3 بنات وكنا شغالين على الفرزه. فبالادميه بقى بقيت اتابع البنات وكده فاهمين. أيوة. ودلوقتي برضه لما بشتغل ايكو اف في البلب بشتغل هنا دلوقتي، يعني في حاجات كتير اتغيرت يعني الحمد أيوة. لله. هو كل الناس اللي ما شاء الله اللي بيعملوا ارقام كتيره سنين كتيره في الشغل بيبقوا حابين المكان وحاسين ان هم الحمد لله من العيله، يعني حاسين ان هم بيستثمروا في حته مظبوطه يعني. يا رب دايما ان شاء الله ربنا يديكي سنين كتير وطولة العمر ومديره المصنع في يوم من الايام ان شاء الله. ايه يا اسلام بالك قد ايه؟ الحمد لله انا يعتبر بقالي سنتين بقيت في مكانه كويسه هو الايكو اف جوه تمام على مكنه الكرتون، وبقف هنا برضو على الجهاز هنا. الحمد لله يعني بفضل ربنا وفضل الناس اللي حواليا بقت تمام ومعروف جدا جدا. طب وهنا حسيت ان في حاجه مختلفه؟ بالظبط ان انا اتعلمت في وقت قليل ده حاجه كويسه تمام، وحبيت الناس والمكان كويس يعني ما كنتش اتعلمت بمعنى اصح. ايوه. وحاجه كويسه برضو ان ايه اللي حواليك بيقولوا لك حاجه وبتبقى حلوه كويسه واللي فوق واللي تحت ان انت متحقق يعني. طب وناوي تكمل بقى ان شاء الله؟ انا على اللي انا شايفه يعني ان شاء الله كمان سنتين هتبقى المدير مصنع باذن الله. وهنا برضو في ميزه ان انا لما بلاقي حد كويس بيشجعه بقى وبيخليه في مكان احسن. ايوه ربنا يديك الصحه كده ان شاء الله وتبقى سنين كتيره في المصنع والزياره الجايه الاقيك بقى ان شاء الله اترقيت وبقيت حاجه كبيره. هتيجي تسلم على هو احنا اللي هنلف معاك باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا اسلام. شكرا من نهله وسلمي لي على نهله. باشمهندسه داليا ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ازي حضرتك؟ انا مبسوط جدا انا معاكي وكان يعني سؤالي على تصدير، فكنت عايز اعرف ايه اهم الدول اللي احنا بنصدر لها وكم دوله تقريبا؟ احنا بنصدر من 2012 بدأنا بدولتين، وصلنا دلوقتي لعدد حوالي 30 دولة. بنصدر لأغلب قارات العالم، أمريكا، شرق آسيا، بنصدر الأغلب لأوروبا وجزء كبير من الخليج العربي حسب طبيعة المنتج اللي احنا بنصدره. جميل. طب ايه الدولة اللي انت فرحانة ان احنا بنصدر لها، اللي احنا قدرنا ان احنا نصدر لها؟ اليابان. اليابان طبعا لان اليابان ثم الصين لانه اشتراطات صحيه صعبه، طبعا شرق اسيا اشتراطاتها صعبه، وده جميل انه توجه عالمي جديد ان مصر تصدر لشرق اسيا الفراوله او المنتجات بتاعتها. جميل. طيب حضرتك تفتكري اول كونتينر كان امتى وفين واخر كونتينر كان امتى وفين؟ اول كونتينر كان في 2012 للسعوديه واخر كونتينر كان الاسبوع اللي فات لالمانيا. ما شاء الله. طيب انا شايف هنا بلو بيري بس ده مش بتاعنا صح؟ يعني الفراوله بنزرعها، المانجا بنزرعها، البلو بيري ده مش بتاعنا. لا ده منتج مصري، محصول مصري، هو توجه جديد يمكن من بقاله سنتين. السنة اللي فاتت عملنا منه تجربة بسيطة وكانت تجربة ناجحة جدا، وعرضناه في معرض أنوجا اللي كنا مشاركين فيه، ولقينا عليه إقبال جميل جدا كمنتج مصري، وإنه في فرصة دلوقتي ذهبية للسوق المصري إنه يخترق الزراعة فيما تخص البلو بيري، لانه المورد الرئيسي لاوروبا صربيا حصل عنده مشكله السنه دي، فدي فرصه ذهبيه هي صربيا هي اللي كانت متحكمه في مش متحكمه بس هي كانت المورد الرئيسي لاوروبا، لان من كبرات الدول كانت امريكا وكندا هم اللي بيوردوا الجزء الاكبر من البلو بيري. بس طبعا في تباعد مسافه طبعا فلما بيوصل بيكون بالظبط. فبالنسبه لهم لو مصر بتطلع البلو بيري دي فرصه ذهبيه وفرصه دلوقتي ان انا اخش السوق الاوروبي، فده طبعا. طب واحنا اللي مستنيين ايه عشان نعمل كده؟ هو حضرتك هو بدات بعض الشركات واحنا ان شاء الله بدانا نفس الفكره ان احنا نبتدي ننفست او نستثمر في زراعه البلو بيري، لان هو تكلفته عاليه. زراعته مكلفه وفي ريسك ان هو ممكن يعني ما يبقاش النتيجه. نسبه الريسك دي حضرتك احنا بنحصرها حسب اشتراطات الجوده في الارض. وطالما الارض زرعت وادت وهم قريب كتير في اشتراطاته من الفراوله، فاعتقد ان هو ما يبقاش في نسبه ريسك عاليه ان شاء الله. طيب باشمهندسه داليا، انا خدنا بالنا ان في طاقه شمسيه عندكم في المصنع كتير، فهل ده عشان توفير للطاقه ولا يعني عشان الكهرباء وكده ولا ليها اشتراطات تانية؟ خلينا نقول ان الطاقه الشمسيه ليها اكتر من وجهه. اول حاجه طبعا هو تقليل التكلفه، وان ده توجه عالمي لاستخدام الطاقه النظيفه.
وانه في قانون اصدرته صدر من الاتحاد الاوروبي السنه اللي فاتت وبدا تطبيقه من اول السنه فيما يخص انبعاثات الغازات الكربونيه في المصانع والشركات الناقله، وانه هيبتدي زي نهج للشركات المستورده الاوروبيه انها تتعاقد مع موردين محققين الطاقه النظيفه او جزء من استخدام الطاقه النظيفه. هيشترط عليك كمصنع هيشترط عليه كمصنع. ده توجه في خلال السنه الجايه المفروض ان هو هيبقى مطبق. وبدات بعض الشركات تبتدي تطالب بشهادات هي التفتيش زي الايزو والهاسب والحاجات دي كلها. مطلوب ان يعني هيبقى مطلوب ان احنا ناخدها ان احنا بنستخدم طاقه نظيفه او محققين المعدل الجزء النسبي. حلو قوي، شكرا جدا يا باشمهندسه، كنت مبسوط ان انا معاكي. اهلا وسهلا، اتشرفت بيك يا فندم. اهلا وسهلا، شكرا. مهما تسافر وتلف الدنيا مفيش زي طعم الفاكهه المصري. سنه 2012 مصنع اوريون ابتدى رحله التصدير بدولتين بس، السعوديه وامريكا. وفي اخر كام سنه اوريون بخبرته وجوده منتجاته قدر يصدر ل 30 دوله زي امريكا واوروبا وشرق اسيا ودول الخليج كمان. الكونتينرات دي جواها منتجات من خير بلدنا وعليها احلى جمله: صنع في مصر.